بتاريخ 24 أوت 2024 صباحا، في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان، تم إخطار نيابة الجمهورية بذلك، وأمرنا بفتح تحقيق ابتدائي وموافتنا بالنتائج. بنفس التاريخ تم توقيف المدعو زاي ميم من جنسية مغربية والبالغ من العمر 32 سنة، وتبين أنه دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية بعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة. وبعد استجواب المعني تبين أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وكذا جزائريين. بتاريخ 28 أوت 2024 تم توقيف 6 أشخاص، 3 من جنسية مغربية تتراوح أعمارهم بين 32 و 39 سنة، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين طاء ألف ميم خاء وميم هاء، و3 أشخاص من جنسية جزائرية تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 46 سنة، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين راء ميم ألف طاء ذا سين ألف وباء راء. توصلت التحريات إلى أن جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من طرف المدعو باء صاد من جنسية مغربية. كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى قيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة ومواطنين جزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية. تم توقيف عناصر هذه الشبكة من طرف الضبطية القضائية المختصة خلال 5 أيام، وتم اليوم الموافق ل1 سبتمبر 2024 تقديمهم أمام نيابة الجمهورية. وبعد استجواب المشتبه فيه أمرنا بفتح تحقيق قضائي ضدهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها ضد المتهمين را ميم ألف طا ذا سين ألف وباء، جناية التجسس ضد المتهمين زاي ميم طا ألف ميم خاء وميم هاء، بالإضافة إلى جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري ضد المتهمين زاي ميم وميم خاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 62 و 64 من قانون العقوبات، والمواد 44 و 46 من القانون 0811 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. التمست النيابة من السيد قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع ضد المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق. بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإعدائهم عن الحبس المؤقت.